ازاي اقدر اعمل ويب سايت؟ اكتب الكلام اللي فيه على اساس ايه؟ الالوان اللي فيه مهمه ولا لا؟ ليها علاقه ببعض ولا لا؟ اسئله كتير ممكن اكون بسالها لنفسي وانا بادي اعمل ويب سايت لشركتي. العلم بتاع ده والتطبيق كمان بتاعه هنتكلم عليه النهارده في هوية بيزنس مع مروان نصور. ازيك يا مروان؟ تمام الحمد لله. ازيك يا صافي؟ انا كويسه الحمد لله تمام. أوكي. طيب هنتكلم النهارده على الويب سايت. انا النهارده عندي شركه بدات ابني شركتي وبفكر بقى اعمل لها ويب سايت. هو انا محتاجه اعمل لها ويب سايت من الاول؟ وليه اصلا عايزه اعمل لها ويب سايت؟ انت بتجيب البيت الاول وبعد كده بتجيب العفش، ولا بتجيب العفش الاول وبعد كده بتجيب البيت؟ التسلسل المنطقي اجيب البيت الاول صح. وبعدين اجيب فيه العفش. عشان تقدر تحدد فين الليفينج روم، فين الكيتشن، مساحته قد ايه، عشان تقدر تجيب العفش بتاعه. صح. البيت هو البيزنس. العفش هو بقى الافكار اللي انا عايز احطها او الكلام اللي انا عايز احطه، هخزن الكلام ازاي ده جوه البيت. فمن وجهة نظري انت لو مش عارف ايه البرودكتس اللي عندك، ايه المسج بتاعتك، انا عايز تقدم ايه لمين، ايه البروميس، البرودكت بتاعتي ايه اللي بيميزها، ايه اليونيك سيلينج بوينتس بتاعتها، ايه اللي بيميزها عن الكومبيتيتورز، كل الحاجات دي لو مش موجوده فانت اساسا الويب سايت بتاعك ملوش قيمه، لان هو مفيش بيت يتسكن فيه. طب اوكي. فعشان كده رقم واحد ان انت لو حابب ان انت تعمل ويب سايت محتاج يكون عندك الاوبجكتيف او الهدف. انا بعمل الويب سايت ده ليه وبعمله، وهل انا عندي الداتا او هل عندي البيانات اللي محتاجه ان هي تتحط على الويب سايت ده ولا لا. على سبيل المثال مثلا حد يقول مثلا ان انا بيرفورمانس كوتش وعايز اعمل ويب سايت. يعني ايه؟ يعني هتعمل في الويب سايت يعني بشكل نحط صورتك ونقول ان انت بيرفورمانس كوتش؟ ما اعتقدش ان ده هيبقى ويب سايت يبيع. ممكن يكون شكله حلو بس برضه محتاج تكتب كلام. بس هتكتب ايه؟ وهو ده اعتقد اللي بيخلي الناس تبقى انجيجنج مع الويب سايت. مش بس الفيجوالز، ولكن انت بتاخدني في رحله بتجاوب فيها على اسئله موجوده عندي. فانت لو ما جاوبتش على الاسئله دي من خلال الويب سايت، انا اساسا حتى لو شكله حلو قوي ممكن اقول يس ويل دان، شكله حلو وشكرا، مفيش هويه، وهطلع مش هاخد ولا كول تو اكشن ولا هشتري منك ولا لان انت ما قلتليش ولا حاجه، ولا قلت لي البروميس بتاعي ايه، ولا قلت لي الريزلتس، النتيجه اللي انت بتقدمها لي ايه. فاول حاجه بنعملها وانت بتعمل ويب سايت هو ما قبل الويب سايت. لو انت بيرفورمانس كوتش على سبيل المثال، او ان انت كوتش بشكل عام، البروميس اللي انت بتقدمه. على سبيل المثال مثلا انا بيرفورمانس كوتش، انا بحاول اساعد، ممكن تقولي اي حد او ممكن ان انت تكون سبيسيفيك، بس احنا ممكن نقول اي حد، ان انت عايز توصل تبقى يعني لبيك بيرفورمانس وتوصل مثلا يبقى عندك فول بوتنشال. ممكن ده البروميس. لو انت محتاج تعمل كده انت عندك مشكله، وده ممكن برضو يتحط في الويب سايت زي هوم بيج. يعني عندك مشكله، المشكله بتاعتك ان انت اوفرويلمد، بتعمل كل حاجه بس مش قادر تروح تو ذا نيكست ليفل. هنا انا اقدر اقول لك اليونيك سيلينج بوينتس بتاعتي 1 و2 و3. بس عشان تشتغل معايا انا عندي مثلا 3 برودكتس. البرودكت الاولاني ان انا بيرفورمانس للاثليتس، البرودكت الثاني ان انا بيرفورمانس للكوتشز والكونسلتنتس. عندي نيش، يعني عندي النيش بتاعي او عندي برودكتس مختلفه. عندي بروجرام للاثليتس، بروجرام للكوتشز والكونسلتنتس او الانتربرينورز بشكل عام. انا بزود البرفورمانس بتاع الناس دي، او ان انا بزود البرفورمانس بتاع التيمز. ممكن على فكره كل المنتجات دي تبقى تحت امبريلا واحده، اللي هو ايه، تحت مظله واحده. ليه؟ لان انت بيرفورمانس كوتش بس انت، او بيرفورمانس كاتاليست، او بيرفورمانس استراتيجيست، او بيرفورمانس على حسب المسمى اللي انت عايز تسميه. ولكن لو ده موجود في الويب سايت، اعتقد الشخص نفسه لو هو عنده التفكير ده، حتى لو ما عندوش ويب سايت بس هيبقى عنده تفكير منظم. ان اي حد بيكلمني انا عارف ان انا الهدف بتاعي مش بس بخدم واحد، ولكن ان الايديا بتاعتي، ان الفكره بتاعتي، ان انا بحاول اوصل الناس تو ذا نيكست ليفل من البرفورمانس. مين بقى الناس دول؟ ممكن اخلق لهم برودكتس مختلفه. فحته ما قبل الويب سايت هي فكره انت عايز تعمل ايه، لمين، ازاي، ايه البرودكتس بتاعتك. فعشان كده قبل ما اي حد يجي مثلا يشتغل معانا في الويب سايت، انت بتعمل ايه، مين، بتلاقي معظم الناس اللي عايزه تعمل ويب سايت هي ما عندهاش البيزنس اويرنس، انا عايز اعمل ايه وازاي وفين، وخاصه الناس اللي هي بتبدا. فدول دايما انا بنصحهم ان انت تاخد بيزنس كوتشنج على سبيل المثال، او اقعد مع نفسك، اقعد مع التيم بتاعك وحاول تطلع الاركان الاساسيه دي، لان الاركان دي هي اللي هنكتب عنها. مش لازم دلوقتي تجيب افضل جمله، ولكن ممكن تقول لنا انا عايز اعمل 1 و2 و3 وده البرودكت بتاعتي. ممكن احنا نجيب افضل جمله، افضل كلمه تعبر،
ولكن في الاخر لو انت مش عارف ان عايز اعمل ايه بيرفورمانس كوتش، هي يعني هكتب لك يعني كل ما تبقى واضحه اصلا الهدف عندي كل ما انت هتساعدني احسن. برافو عليك. لان انا ما اعرفش انت ايه البيزنس بتاعك، انت محتاج تقول لي ان البيزنس بتاعي كذا وعايز اعمل كذا واليونيك سيلينج بوينت بتاعتي كذا، واحنا نقدر نوصلها لك بافضل شكل ممكن على الويب سايت. ولكن ويب سايت واخلق لك بزنس، يبقى انا مش ويب سايت، انت محتاج كونسلتنت، انت محتاج كوتش، انت محتاج محتاج تقعد مع نفسك يعني تفكر، محتاج تحدد. طيب احنا بنتكلم عن مرحله قبل انشاء الويب سايت. عندي هنا سؤال تاني، انا لسه باديه البيزنس بتاعي. ايوه يا فندم. ماشي، انا محتاج اعمل ويب سايت من الاول طبعا، ولا بقى بعد مثلا سنه سنتين الدنيا شغاله والورد اوف ماوث ظريفه الناس تتكلم عليا كبزنس، انا محتاج اعمل ويب سايت من الاول ليه؟ انت عايز تبدا كبير ولا عايز تبدا نص نص، وعايز تخدم مين وعايز تخدمهم ازاي؟ زمان كان ممكن الويب سايتس ممكن تتكلف كتير، كان في يو اي اكس وحاجات كتيره، ممكن كودنج اند سو اون. دلوقتي انت ممكن تعمل ويب سايت شكله حلو بروفيشنال، مثلا لو انت مش عايز حتى تتعلم ممكن تنزل تمبلتس اند سو اون، ممكن تعمله ب $200 ب $100. انت مش عايز تدفع $100 في البيزنس ده؟ لا مش مبدأ دفع، هو مبدأ انا مش عارف ليه مهم. هي الفكرة دي، انا مش عايز ادفع لان انا مكسل ولا مش عارف ليه مهم. اوكي، سؤالين مختلفين. هو انا محتاج اسالهم لنفسي، وانا مكسل اعمل ويب سايت ولا انا مش شايف ان الويب سايت مهم؟ اعتقد مكسل ان انا اعمل ويب سايت، لان الويب سايت زي ما انت شايفه هو محتاج بلاننج. انا مكسل ان انا بلان. اسهل حاجه ان انا اعمل فيسبوك بيج واقول ان انا بقيت بيرفورمانس كوتش، سهله قوي صح؟ سهله جدا ان انا اعمل ده. بس ان انا اعمل ويب سايت معناه ان انا جادي. انا وانا بتكلم مع نفسي انا هختار دومين ده I'm serious. انا هختار، انا هدفع فلوس، هكتب كلام، فلوس، انا هصرف وقت، انا باين ان انت جادي. خلينا ندي مثال اخر. الاندستري اللي انت فيها دلوقتي كان فيها واحد عنده ويب سايت شكله كويس وفي كلام كويس ومكتوب منمق وبيبين كل حاجة، كم واحد؟ كتير او مش كتير، بس مميزين. لو انت مثلا في مجال بتقول ان انا مكسل، شوف كم واحد مكسل زيك. بس لو انت بتقول ان انا عايز اعمل مثلا ويب سايت، انت يعني بدل ما كنت بتكمبيت مع 100، انت هتكمبيت مع 10، هتكمبيت مع 20. كم واحد مميز؟ انت بتتنافس مع مين؟ انت بتدور على انهي كاتيجوري عشان تتنافس فيها بالظبط. فانت لو عايز تعمل زي كل الناس بيج، فانت هتعمل بيج، بس هتتنافس مع مين؟ مع 100. لو انت عايز تعلى بالسكيل بتاعك، انت هتتنافس مع 20. والمنافسه مع ال20 دول معناها ان انت هتجيب ايه؟ كلاينت واعي. ما انا برضو انا لو دورت دلوقتي على صافي وبدور دلوقتي على مثلا سلمى، لقيت صافي لا عندها ويب سايت شرح الكلام بشكل كويس، عارفه تكتب الاوفر بشكل كويس، وعندي سلمى برضو هما الاثنين لسه بادئين مع بعض. بس سلمى عندها اوفر وعندها كل حاجه، مش واضح على البيج بتاعها لان البيج بتاعها ما فيهاش تسلسل، مش واضح على الانستجرام، مش قادر ان انا اجيب انت بتعملي ايه وفين الكول تو اكشن اند سو اون. انا هروح لمين؟ اللي بيجاوب على اسئلتي طبعا واللي شكله بروفيشنال. ممكن على فكره سلمى تكون بادئه مثلا من 5-10 سنين، ولكن صافي شكلها مور بروفيشنال عن سلمى. فانا هروح لمين؟ اللي عنده براند، اللي عطاني البرسبشن ده، عطاني منظور ان هو جدي، عطاني منظور ان هو عايز يخدمني افضل، عطاني منظور ان هو اشتغل على نفسه افضل، عطاني منظور ان هو ما كسلش، هو صرف وقته ومجهوده وكتب صح ورد على اسئلتي، فانا خلاص يعني. وبعدين انا متهيألي هنا بقى لو هنتكلم كمان سايكولوجي، انت بتدور على شكل كاستمر عامل ازاي؟ ما انت بتدور على شكل كاستمر واعي، ولا انت واعي وعارف ان هو محتاج الخدمه بتاعتك فرايح لها، ولا بتدور على شكل كاستمر شايفك مره بالصدفه على فيسبوك وانت اصلا مش عارف انت عايز توصل مسج ايه، فهو نفسه مش عارف هو عايز ايه. فالوقت عمال يتسحب منكم انتوا الاثنين في كلام ودiscussions واتفاقات وما بتوصلوش لحاجه في الاخر. وبعدين هتقف الوقفه بتاعت هو ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص احنا بنقوله اهو دلوقتي. المسج مش واضحه من الاول، مش مكتوب على ويب سايت واضح من الاول. عظيم صح. يعني هي دي الويب سايت. لما اخش على الويب سايت، انت بدل ما كل واحد يقول لك تفاصيل فتخش له على الخاص وتكتب له كل عايز التفاصيل، يخش على اللينك ده، شوف اللينك ده very professional، هتبقى يشوف كل حاجه. وكمان بالاضافه ان انت لو عايز تشتغل مثلا مع كومبانيز، مع كوربريتس، محدش من الكوربريتس يعني هيخش تقول له والله ان الفيسبوك بيج بتاعتي فيها كل حاجه يعني. هو اكيد هيقول لك فين البروفايل بتاعك، فين الويب سايت بتاعك، اكيد هيخش هو يسكان الويب سايت بتاعك عشان يشوف انت بتقدم ايه. فكل الحاجات دي هي حاجات مهمه جدا
بنقول why الويب سايت is important. حلو. أوكي؟ انا كده عرفت بقى ليه مهمه خلاص. Yes. ازاي بقى ابتدي ابني الويب سايت؟ ايه الاليمنتس او ايه العناصر اللي انا محتاجه اخليها موجوده في الويب سايت بتاعي؟ رقم واحد ان انت تبقى عارف قلنا الحاجات الاساسيه اللي هي ايه البروميس، البين، اليونيك سيلينج بوينت بتاعتك، الاوفر اللي انت بتقدمه، الكول تو اكشن يكون واضح، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها او هنتكلم عليها في الاوفر، ازاي ممكن تخلق اوفر. فكل العناصر دي محتاجه ان هي تبقى موجوده على الويب سايت. واحده من اهم الحاجات اللي موجوده على الويب سايت اللي هي الكول تو اكشن، يعني الناس هتروح فين بعد كده. اوكي، انت دلوقتي واحد دخل على الهوم بيج عايز منه ايه، او بعت له اللينك ده، هل موجود داخل الويب سايت النكست ستيب اللي هو هياخدها ولا لا؟ طب النكست ستيب دي هل برضو الويب سايت بيسبونسر النكست ستيب دي؟ يعني مثلا هتسكادول كول، فهو هيجي لي مثلا يخش يدوس على الباتن ده ابلكيشن، فهو كونكتد كلهم مع بعض وشغال كويس ولا لا؟ فاعتقد ان انت يبقى عندك الاليمنتس دي موجوده. وطبعا كوبي رايتنج شات جي بي تي ممكن يساعدك، بس الشات جي بي تي مش هيدي لك اللي احنا السيستم اللي احنا بنقوله. انت هيدي لك كلام عام، ولكن فكر مع الشات جي بي تي في انت عايز منه ايه. انا عايز منه اجابات لاسئله محدده بيسالها العميل. ايه البروميس بتاعكم؟ هتقدموا لي ايه؟ ايه الريزلتس اللي انتوا هتقدموها؟ ليه انتوا متميزين عن الناس اللي حواليكم؟ ايه البرودكتس اللي انتوا بتقدموها؟ ازاي اعرف ان البرودكتس دي مناسبه ليا؟ هل في حد اكلمه؟ هل في سيرفي ان انا اعمله؟ كل الحاجات دي محتاجه ان هي تبقى موجوده على الويب سايت عشان تقدر ان انت تجاوب على الاسئله بتاعت العميل قبل ما يجي لك. وكل ما جاوبت على الاسئله بتاعته اكتر، كل ما جالك عميل كواليفايد اكتر. اوكي. هنا بيبقى عندي بس تحفظ شويه على تشات جي بي تي. بحس ان وجود العنصر البشري مهم، لانه كتابه الكلام فيها سايكولوجي. يعني انتوا مثلا لما بتكتبوا الكلام بتكريت الويب سايت، تمام، وبتكتبوا الكلام، انت عارف السايكولوجي بتاعت الشخص اللي انت واصل له. يس. وانهي كلام يتحط بانهي ترتيب، برافو، عشان يخلي يسيب امبريشن او يسيب انطباع معين. وده له علم. يس. ده علم بحاله، دي كتب بحالها. يس. ازاي تقدر تاخد كلامك وتأثر بيه على الشخص اللي بيقرأ او الشخص اللي بيسمع. ترتيبها وعلاقتها ببعض. طبعا تشات جي بي تي مهم ويساعدني لو انا شخص لوحدي، ولكن بشوف دايما انه الاستعانة بعنصر بشري متمكن بالذات في الكتابة بيبقى مفيد اكتر. جدا جدا. في دراسة اتعملت في هوت سويت، كان بيتكلم على ان اكتر من 60% من الناس الماركتيرز لما عرفوا ان ده او النص ده او الحاجة دي مكتوبة بالاي اي بيرفضوها. فحتى الماركتيرز نفسهم بيقولوا ان اكتر من 60% منهم لو انا عارف ان ده مكتوب 100% من الاي اي انا برفضها. فعشان كده في حاجه اسمها the art of authenticity. ازاي ممكن تاخد حاجه مكتوبه بالاي اي وتقدر ان انت تطعمها بالهويه بتاعتك. أوكي. فدي اعتقد اي حد بيستخدم مثلا شات جي بي تي وبياخد كوبي بيست، اوكي ما فيش هويه، تمام. انا ممكن اخد نفس الكوبي بيست اللي انت عملته. فاول حاجه وانت بتستخدم شات جي بي تي وفي كتابه الويب سايت بتاعك، حاول تفكر ده يعني هل ده الهويه بتاعتي ولا لا؟ ازاي ان انا اطعم، ازاي اغير الكلمه دي، ازاي ان الفيرب ده مش انا بقوله، مش دي طريقتي. فانت ممكن طبعا تستخدم من الشات جي بي تي، قول له ان انا البراند بتاعي 1 2 و3، ان انا بتكلم بفويس فريندلي، ان انت تعمل له تريننج، ان انت تعمل له بري موديلنج اند بري تريننج، بحيث ان هو يتكلم الى حد ما شبهك، بس ستيل ما تطلعوش كوبي بيست. حاول ان انت تتاكد من ان ستيل دي الهويه بتاعتك. الحاجة التانية اللي مش بتديها للشات جي بي تي معظم الوقت زي ما انتي قلتي هو السيكونس، الترتيب. اوكي. فالترتيب ايه؟ يعني هل ممكن هو يدي لك ترتيب عشوائي زي ما هو موجود في كل الويب سايتس، بس هل ده بالنسبة لك ده كافي؟ ولا الترتيب اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان انت تكتب مثلا problem في الاول، بعد او البروميس في الاول والبروبلم بعديها، بعد كده اليونيك سيلينج بوينت، بعد كده الفيتشرز، وبعد كده ده ترتيب. الترتيب ده مش دايما بتلاقيه بالشات جي بي تي، لان هو ممكن يكون ترتيب خاص بيك انت، او ترتيب خاص بحد تاني انت مصدقه او مصدق الكونسبت او السايكولوجي وراه. فالشات جي بي تي ممكن ما يديكش ترتيب، او ممكن يديك ترتيب مش قوي قوي، بس ممكن يديك كلام كويس. فعشان كده في فرق وانت بتستخدم الاي اي ما بين ان انت عايز منه كوبي ولا عايز منه سيكونس. لو انت بقى عندك القدرة على ان انت تخلق السيكونس او يبقى عندك وجهة نظر في التسلسل بتاعك، بالاضافة ان انت عندك هوية فتقدر ان انت تو اديت الكوبي، اعتقد ان انت وصلت الى يعني بالانس كويس في استخدام الاي اي بدون
ما تقع في لعبه ان هو very artificial ان هو يبقى اصطناعي فقط لا غير. وعلى فكره الكاستمرز بقى اللي واعي فيهم وبيستعمل شات جي بي تي كتير بقى بيبقى شايف الفرق حتى بعينه. يقول لك انا حاسس ان ده شات جي بي تي وبيبقى فيه فيربس وتيرمز معروفه يعني معروفه كلنا عارفينها ان الكلمه دي مش صافي مش هتقولها، الكلمه دي مروان مش هيقولها بالشكل ده فبتبقى معروفه يعني. طبعا فوجود العنصر البشري هنا مهم. طيب فاحنا بدأنا اهو اتكلمنا الاول على اول عنصر من عناصر اللي مهم يبقى موجود في الويب سايت. تعالى نتكلم كمان على colors الالوان علاقتهم ببعض ليه مهمين. يس عشان كده بنقول ان انت قبل ما تعمل الويب سايت محتاج تفكر في البراند مسج بتاعتك. لان البراند مسج اللي هو البراند بوك بتاعك يعني مثلا لو قلنا مثلا اي شركه من الشركات اللي موجوده حوالينا مثلا اوكي سواء مصريه او مش مصريه، الشركات دي بيكون عندها حاجه اسمها براند بوك. البراند بوك ده في ايه؟ في البروميس بتاعنا كذا، الالوان بتاعنا كذا، اللوجو بتاعتنا كذا، بيتم استخدامها بالشكل الفلاني، ما تستخدمش كذا استخدم كذا، الفونت بتاعنا كذا، ممكن ما تستخدمش فونتس تانية. بحيث ان الشركات دي ممكن على فكره تغير الماركتنج تيم بتاعها كتير جدا. ممكن ترفد ناس وتعين ناس، ممكن تعين فريلانسرز كونسلتنتس، بس هم قبل ما يشتغلوا يقولوا لهم this is our brand book use it. فعشان كده وانت بتستخدم الويب سايت ما تروحش مثلا شركه ويب سايت تقول لهم انا عايز اعمل ويب سايت. طب لازم هيقول لك فين البراند مسج، فين الجايد لاينز اللي انا امشي عليه، فين الالوان بتاعتك، فين اللوجو بتاعتك. فبدايه الويب سايت هي من البدايات بتاعت الويب سايت ان انت تكون شغال على البراند مسج او البراند بوك بتاعك باختيار الالوان المناسبه للفاليوز، باختيار الفونتس المناسبه اللي انت عايز تقوله. كل الحاجات دي بتبقى ضروريه وانت بتعمل ويب سايت. بس اللي بيعمل ويب سايت مش مطلوب منه ان هو يعمل لك اللوجو ويعمل لك الهويه. طبعا هو اللي بيعمل الويب سايت المطلوب منه هو اظهار الهويه في الويب سايت. صح جدا. ومتهيألي هنا كمان لو انا شخص لوحدي مش شركه كبيره وببني شركه، فالموضوع ببساطه انه انا يبقى عندي الوان ثابته، خطوط ثابته، انا عارف ان انا بستعملها. صح. بهذا القدر من البساطه لو انا لسه ببتدي. صح. وبديها بقى للشخص او الكيان اللي انا بستعين بيه، او انا حتى ببتدي بيها لو انا مش يعني مش هحط الانفستمنت ده دلوقتي. yes. فكره ان انا عندي حاجه واضحه وثابته على الويب سايت بتاعي هي فكره مهمه. وفكره الكونسيستنسي يا مروان متهيألي كمان مهمه قوي جدا جدا. انه ما يبقاش مثلا اول حاجه البيج، اول ما بدخل بلاقي البيج هوية بيزنس بلوجو معين بفونت معين ولونه لبني. بعد كده اخش جوه الاقي هوية بيزنس تاني بس بلونها احمر. صح. ده صح. بيخلي سايكولوجيكلي الكاستمر شايف ان الشخص ده اصلا ما عندوش attention to details، ما بيركزش في التفاصيل. هو مش مركز في تفاصيل الويب سايت بتاعه، عمره ما هيركز معايا اصلا في تفاصيل اي حاجه. برافو عليك. وتاني حاجه هيحس ان انت جديد، مش منظم، مش مركز، في حاجه غلط. صح 100%. ان العميل بيوصل له رسائل من كل حاجه انت يعني كل حاجه موجوده على الويب سايت العميل بيوصل له رسائل بشكل ما او باخر. فعشان كده حاول تهتم بقدر، احنا بني ادمين يعني في حاجه ممكن تقع منك تايبو يبقى موجود ما فيش مشكله يعني في حاجات بنعديها يعني. ولكن بقدر الامكان طول ما انت قدرت ان انت تبقى عندك حاجه يعني سوليد بروفايل بيعبر عنك بيعبر عن شركتك. دلوقتي الاي اي دخل في كل حاجه، فتقدر ان انت حقيقي تعمل ويب سايت باقل التكلفه. لو انت اتعلمت حاجات بسيطه ممكن تعمله حتى على كانفا بيسبونسر دلوقتي انت تعمل ويب سايت. كانفا خطير طول بسيطه وسهله ورائعه تقدر تعمل ان انت ويب سايت عليه وهو ياخد الدومين، او تقدر تجيب دومين $5. فانت لو مش قادر تدفع $5 او $100 او مش عايز تستثمر $5 او $100 بغض النظر عن الرقم ده بيساوي كام في العمله يعني، ولكن لو مش هتدفع $5 او $100 وتستثمر فيهم you need to think about how serious are you. يعني محتاج تفكر لو مش هتدفع دول عشان يبقى عندك بروفايل وهويه، فحقيقي محتاج تفكر هل انت حقيقي جدي في اللي انت عايزين تعمله ده ولا لا. لو انت داخل اي بيزنس من غير عقليه المخاطره تماما وانا مش عايز ادفع حاجه انا عايز اكسب فقط لا غير، فاعتقد ان انت محتاج تفكر في جديه دخولك. طبعا. طيب لو في عنصر اخير شايف انه مهم جدا الويب سايت ما يطلعش من غيره، ممكن يكون ايه؟ الكول تو اكشن. الكول تو اكشن انا الكول تو اكشن ده يعني عارفه بالظبط زي السوبر ماركت ما فيهوش كاشير. هدفع ايه؟ انا اشتريت البرودكت، اشتريت المنتج، ممكن اطلع حقيقي يعني انا ممكن اطلع فاهم، وانت الخسران الوحيد يعني. هو صاحب السوبر ماركت هو الوحيد اللي خسران لان ما فيش كاشير. ففكره ان انت تبقى عارف ايه هو الكول تو اكشن، النكست ستيب، ان العميل بعد ما يخش على الويب سايت ده او البيج دي اللي موجوده في الويب سايت، العميل
رايح فين بعد كده وايه الاكشن اللي هو هياخدها بعد كده. ففكره السيكونس او تسلسل الكول تو اكشن او الاهداف اللي هياخدها او اللي انت عايز العميل ياخدها، اعتقد دي مهمه جدا 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 في الويب سايت. وارجوك ان انت ما تعملش ويب سايت من غير ما يكون فيه كول تو اكشن واضح. انت عايز ايه من العميل، عايز ايه من البيج دي، عايزه ان هو تو ليرن مور، فاوكي ليرن مور، بس كمان هتقيسها ازاي؟ كم واحد دخل على الباتن ده؟ دي واحده من الحاجات المهمه جدا في الويب سايت، انه بيسمح لك ان انت تقيس كم واحد زار البيج دي، كم واحد داس على الباتن ده. مهم قوي ان انا احول الكول تو اكشن لحاجه اقدر اقيسها بارقام. يعني ما اقولش مثلا الكول تو اكشن ان الناس تتعلم، فتتعلم دي داخل فيها 1,000,000 عنصر. ما يقوليش ان الويب سايت بتاعي ده ناجح ولا لا. صح. هو محتاج ان هو بعد ما يدوس على learn more اللي انا عايز الناس تتعلم، كم واحد بقى داس، كم واحد اقتنع ان هو يدوس. بالزبط. ممكن والله كل الناس دخلت على البيج وانا بقول لهم learn more ومحدش ولا واحد فيهم عمل learn more. ده معناه ايه؟ ان انا ما كنتش convincing enough، ما كنتش مقنع بالقدر الكافي في الكتابه. فانا محتاج ان انا اغير الكتابه واشوف، اغير التايتل، اغير الكوبي، واشوف هل بعد الكلام ده حد هيدوس على ليرن مور ولا لا، حد هيدوس على تعلم اكثر ولا لا، حد هيدوس على سكادول ولا كول ولا لا. فاعتقد وجود كمان الويب سايت زي ما انت قلتي هو بيسمح لي، وجود كول تو اكشن بالذات بيسمح لي كمان ان انا اقدر اقيس واقدر ان انا اديت واقدر ان انا اغير. والكونكشن بقى ما بين الويب سايت والسوشيال ميديا المختلفه، بتقدر ان انت تودي الناس على الويب سايت معين، تقدر ان انت تارجتهم مره تانية، اللي دخل على بيج معينه تقدر بقدر الامكان تتارجته مره تانية. فالويب سايت بيخليك عندك قدره اكثر على التحكم في الكاستمر جيرني. فوجود الويب سايت مش معناه بس وجود ويب سايت، ده معناه ان انا بطلع منه واحد بارقام زي ما احنا كنا بنقول ابني عليها اكشنز، وتاني حاجه ان انت ممكن تعمل فولو اب مع الكاستمرز بتوعك لو في مكان معين باخد بيه الديتيلز بتاعتي، الداتا بتاعتهم. فويب سايت از ماتش مور اكتر من تواجد، اكتر من ويب سايت، اكتر من الويب سايت اللي الناس بتفكر فيه، اكتر من الويب سايت. صح جدا. وبكده نبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده. شكرا جدا ليك يا مروان، شكرا جدا ليكو هوية بيزنس.